في قناه تسالي مع يويا. ان شاء الله النهارده هنعمل حاجه جميله قوي. يا ريت يا جماعه اي حد عنده علبه كريم، علبه زيت، علبه اي حاجه، كريم للبشره، كريم للشعر، اي علبه عندك على التسريحه فضيت ما ترميهاش وهاتيها وتعالي ونشوف هنعمل ايه. دي كده كان عندي كان معايا علبه جونسون، كريم جونسون للبشره، فالعلبه فضيت، فانا طبعا ما رميتهاش لان زي ما انتم عارفين احنا بنعمل اعاده وتدوير لكل حاجه عندنا في البيت. فزي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ما ترموش اي حاجه عندكم، اي حاجه فاضيه عندكم هاتوها وتعالوا واتفرجوا على الفيديوهات عندي في القناه، هتلاقوا حاجات كتيره جدا لاعاده تدوير اي حاجه عندنا في البيت. تمام. يا ريت يا جماعه كده قبل ما نبدا الفيديو تعملي اشتراك للقناه بتاعتي من خلال الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتعملي تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا بنزله. وفي نهايه الفيديو طبعا بعد ما الفيديو يخلص لو الفيديو عجبك اضغطي لايك. يعني طبعا انا بقول الاول انت تشوفي الفيديو الاول وانتوا تحكموا في الاخر، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتدوسوا لايك ان شاء الله. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. الادوات اللي معانا علبه كريم فاضيه، الورد ده تمام، ده بتشتريه من اي حد بتاع خردوات، وده لولي برضو من عند نفس الراجل. تمام. وعندي نوع من الشكل ده، بص شكله جميل ازاي. انت بقى بتروحي عند بتاع الخردوات بتجيبي الاشكال حسب ذوقك انت. تمام. لو انت بقى عايزه تدخلي معاها لون تاني زي ما انت ما عايزه، بس على العموم انا بحب قوي الحاجات دي في اللون الابيض ده. هنبدا كده نمسك العلبه. انا الغطا ده مش هستعمله، الغطا ده انت ممكن تعمليه بنفس الطريقه وتستخدميه في حاجه تانية. تمام. يعني انا كده هيبقى عندي العلبه دي مقسومه حاجتين، نعمل ديت وايه، ودي برضو انت ممكن تعمليها بنفس الشكل او بشكل اي حاجه تاني حسب ذوقك بقى. بس انا هعمل معاكم النهارده العلبه دي وهنشوف هنستخدمها في ايه بعد ما نخلصها. تمام. اول حاجه هنبدا كده، هو الفيديو بتاعنا بسيط قوي ومش هياخد وقت معانا. هنبدا كده نمسك العلبه دي ونمسك الستان ده كده ونحوطه بيها. تمام. فهنحتاج في الموضوع ده شمع طبعا. هبدا كده الاول، ابدا كده يعني اعمل الجزئيه الاولانيه عشان ايه ما تتشدش معايا الاول. هثبتها الاول كده زي ما انتم ما شايفين، دي الجزئيه الاولانيه اهي. بعد كده بقى بقيه الاجزاء هحط الشمع وهشد، احط الشمع واشد وهكذا. لو انت ما عندكيش مسدس شمع مفيش مشكله، انت بتجيبي برده من نفس الراجل بتاع الخردوات، بتجيبي منه صباع شمع وممكن تستخدميها بالولاعه عادي جدا. هو انا جايبه طبعا مسدس شمع لان انا بشتغل بحاجات كتير وبنزلها على القناه، عشان كده انا جايبه مسدس شمع، عشان بس ما فيش واحد تقول انا ما عنديش مسدس شمع. لا عادي، مش لازم مسدس شمع. نوصل كده للاخر. بصوا يعني حاجه سهله قوي 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 قوي، وهنبقى استغلنا حاجه عندنا في البيت وبنرميها زي ما انا فهمتكم في الفيديوهات اللي فاتت. يعني ما ترموش اي حاجه يا جماعه عندكم، اي حاجه ما ترميهاش، اي حاجه هنستعملها، وكل حاجه بنستعملها بتطلع باشكال جميله جدا. ولو تابعتي كل الفيديوهات اللي بنزلها على القناه عندي هتلاقي حاجات كتيره جميله قوي، وان شاء الله هنزل الفتره الجايه حاجات اكتر. بصوا انا كده يعتبر خلصت معظم الفيديو. هبدا بقى طبعا عشان الجزئيه دي، لان انا قلت لكم انا هستخدم العلبه دي بس، فده هيبقى باين منها لان ده مكان الغطا، ده هيبقى باين. فانا همسك كده الشريط ده وهلفه حواليها كده زي ما هوريكم دلوقتي. برضو هدعم اول ورده وبعد كده بقى بقيه الورد ايه هلفه كده انا ايه واحده واحده زي ما وريتكم. ممكن نعمل على الورد نفسه عادي مفيش مشكله، هي شايفين بقى الورده المتنيه دي انا بقى هعملها بالشمع من الجزء المتني بحيث لما افردها بصوا اتفردت اهي بالشمع. نبدا بقى ماشيين كده، نفضل ماشيين كده بالورد لحد ما نقابل الورده التانيه. بصوا يعني مش هتاخد في ايدينا 3 دقايق.
حاجات افكارها سهله جدا والاخر بيطلع الشكل روعه. وهتلاقوا عندي حاجات كتيره باعاده التدوير، يا ريت تتابعوها. وما تنسوش يا جماعه تعملوا اشتراك للقناه، انا عايزه يعني ان شاء الله قناتي تكبر كده بيكم وافيدكم ان شاء الله باي افكار عندي. بصوا الشكل، شكلها جميله جدا. هبدا بقى طبعا علشان اجمل الشكل اكتر هجيب كده لولي افضي شويه كده، وهبدا بقى ايه كل ورديه من دي هحط عليها واحده لولي. شيل بس الشمع اللي في ايدي ده. صراحه هيبقى شكلها حلو قوي. بص انا بمسك كل ورده اهو وبحط عليها بايه باللولي ده. انت بقى لو عايزه تدخلي لون تاني ممكن تجيبي مثلا لولي لونه ذهبي، لونه احمر، وتعملي الورد ده بيه، حسب بقى ايه كل واحد وذوقه. زي ما قلت لكم انت بتاخدي الفكره بس مني والتطبيق بقى يعني انت بتطبقي حسب الاشكال اللي انت عايزاها. بس كده بصوا الشكل، وبس كده خلصنا يا جماعه. مفيش اسهل من كده، فيديو ما كملش دقايق وعملنا حاجه شكلها جميل قوي. بصوا العلبه شكلها حلو ازاي، تعالي كده واضحه لكم. بصوا الشكل، شكلها جميل جدا. يا ريت يا جماعه لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك للفيديو وتعملي اشتراك للقناه عشان يوصلك اي فيديو انا بنزله ان شاء الله، وتفعلي الجرس، لان انت لو ما فعلتيش الجرس مش هيجيلك اشعار بالفيديو اللي انا بنزله. انا عايزه ان شاء الله اي فيديو انزله يجيلك اشعار بيه من بره بحيث تدخلي على طول وتشوفيه. انما لو انت ما عملتيش تفعيل الجرس وضغطتي على كلمه الكل مش هيجيلك اشعار باللي انا بنزله، وهتلاقي ان في فيديوهات كتيره انا بنزلها انت ما شفتيهاش. فيا ريت يا جماعه ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك اي حاجه انا بنزلها. تخيلوا ان الشكل الجميل ده كده هتحطيه على التسريحه وتحطي بقى جواه اي حاجه انت عايزاها، خواتم، اي حاجه. بصوا شكلها جميل ازاي. بصوا يا جماعه ده كده انا حطيت فيها الخواتم اللي كانت عندي، بدل ما الخواتم تبقى مرميه في كل حته، او حلقان بقى او اي حاجه عندك انت عايزه تحطيها في العلبه. ممكن كمان بعد ما تزيني الغطا بتاعها، بس طبعا لو هتزيني الغطا ده مش هيبقى فيها، ممكن بقى ده الشكل ده تنقليه على الغطا من على الجنب ده. انا برضو بنقل لكم فكره الغطا، وتقفليها وتحطي فيها مثلا اي حاجه برضو. بس انا يعني انا قلت استخدمها ان انا احط فيها حاجه على التسريحه. طبعا مش لازم اقفلها لو هي محطوطه على التسريحه، طالما الحاجه اللي انا هحطها ما بتدلقش. بصوا الشكل جميل ازاي. يا ريت يا جماعه تضغطوا لايك للفيديو، وزي ما قلت لكم اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس، ويا رب تكونوا كده مستفيدين كده بالحاجات اللي بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.